I wanna end me. I wanna end me. ركض بأقصى سرعته مدفوعاً برغبته في إنقاذ هؤلاء الناس. استمر في التفكير بطريقة ما وفي عوامل المعركة مثل طائفة الدم وتجدد الدم والكائنات السامة القريبة والوحوش السامة والأعشاب السامة. توقف فجأة لأنه وصل إلى وكر للثعابين. رأى الثعابين المخيفة وقال للحريش أن ينتظروه، ثم وضعهم على الأرض وهرب. شعرت الحريش الصغيرة بالحيرة بشأن ما يفعله. دخل إلى وكر الثعابين، ثم تذكر أنها حية فبرة لاذعة. نطق قائلاً: علي أن أتعامل مع هذه الفبرة اللاذعة. الحية ذات العنق الأحمر والمعروفة أيضاً باسم حية الزهرة هي نوع من الثعابين السامة. والآن نرى فتاة يسمح لها أن تلتف حوله، وفي نفس الوقت بدأ هالة خضراء غريبة تتجمع حول سوريانغ. على عكس الأفاعي التي تمتلك أنياباً معقوفة في مقدمة الفم، هذه الحية لديها أنياب صغيرة سامة تقع في المنطقة الطاحنة، مما يصعب من حقن السم، لكنها مع ذلك معروفة بعضتها القوية. من حيث السمية فهي أكثر ثعبان سام على اليابسة في شرق آسيا. ولمزيد من التوضيح فإن سمها يفوق سم الأفعى السوداء. ومع ذلك باستخدام تقنية الطاقة الداخلية لعشيرة تانغ، كان سوريانغ يعلم أنه مقاوم للسموم، لذا يفترض أن يكون بخير. تطلت صغار الحريش بقلق من حافة الجرف. طمأنهم سوريان بأنه بخير رغم أنه مغطى بالثعابين وكان على وشك الخروج. راجع جسده وكان عليه علامات عض كثيرة، وهذا كان كافيا. زحفت حية على عنقه بينما كان يهم بالخروج من الحفرة، لكنه شعر بشيء ما. زحفت الحية على ساقيه وشلت حركته. لم يكن يتوقع ذلك، فشتم عندما أدرك أن شيئا غير متوقع حدث للتو. كان في ورطة. فجأة قفزت صغار الحريش على كتفيه ورأسه، وأطلق أحدهم صوتا قويا لتخويف الثعابين. ردت الثعابين بهسيس، مما أغضب صغار الحريش أكثر. واحدة من صغار الحريش التي سئمت من هذه الثعابين القبيحة هاجمت واحدة وعضتها قرب الرأس. بدأ الأمر يتحول إلى معركة شبيهة ببوكيمون. غرايس الحريش الصغيرة كانت غاضبة واستمرت في مهاجمة الثعابين المحيطة، وسيطرت على الموقف، مما جعل الحية تشعر بالعجز. شكرها سوريون وأعجب بقوة الأصغر سنا. ربت على رأس غرايس واعترف بأنها قلقت على والدها، وبهذا شكرها مجددا. ثم وبنبرة واثقة قال: حسنا، حان وقت الذهاب إلى أمي. في هذه الأثناء كانت الأم البدينة غوان ترى وهي تلهث. كانت تعلم أنه بهذا المعدل سيموت الجميع، حتى وإن كانت لديهم الأفضلية في العدد فإنهم يهزمون تدريجيا. قام غيو بخنق أحد المحاربين، وكان في حالة هياج لأن أعداؤه كانوا سهلين للغاية. تساءل: إن لم يبقى أحد فلمن سينفذ هجومه التالي؟ كانت بايون تأمل أن ينجو سوريون. أمرت بايون بأن يبعدوا غيو إلى أبعد مسافة ممكنة. لاحظت أن المطر سيتوقف قريبا، لذا خطوا لإرسال إشارة أخرى إلى المحاربين القريبين. اعترفت عصابة بول بالأوامر. اقترح الأكبر سنا أن تهرب مثل أي شاب. رفضت بايون ذلك. لم تستطع فهم كيف يمكن لوريث مباشر من عشيرة تشانغ أن يهرب بينما الآخرون ما زالوا يقاتلون. جادل العجوز بأنه إن لم يستطع حمايتها فلن يستطيع مواجهة زعيم العائلة مجددا، حثها على أن تهرب بسرعة. أصرت غوايون على التوقف عن هذا الهراء، لأن العشيرة لا تتخلى أبدا عن أبنائها مهما حدث، وهذا أغضب غيو. غضب غيو لرؤيتهم، وصرخ فيهم أن يتوقفوا لأن لعبته ستفسد إن استمروا في الهروب. لذا خطرت له فكرة: إن لم يتمكن من تفريغ غضبه الآن فسيكون تحويل العشيرة إلى أرض قاحلة أمرا ممتعا بالنسبة له. وتخيلوا كيف سيكون الأمر عند إعلان عودة طائفة الدم، ستكون عرضا عظيما. شتم العجوز عندما أدرك أنه لا ينوي السماح لأي منهم بالخروج حيا. أعدت غوايون صوتها وبحزم نطقت: حتى وإن الجميع سيفنون هناك، لكنها ستتأكد من أن تأخذ على الأقل أحد ذراعي جيو. الآخرون شاركوها إرادتها ونظروا إلى بعضهم البعض بينما كانت التوترات تتصاعد. فجأة قال أحدهم: تماما، عندما قالت السيدة هويون إن العشيرة لا تنسحب أبدا ولا تتخلى عن أحد من أفرادها.
تفاجأت بيان أن حبيبها سوريان قد عاد. كانت مشوشة وقلقت. لماذا عاد؟ ذكرها سوريان بما قاله سابقا: العشيرة لا تتخلى عن أحد. أنزل صغار الأقدام 100 وقال لهم أن ينتظروا. خلع سويون قميصه وأعلن أنه جزء أيضا من عشيرة تانغ. أمسك فتانا خنجره واتخذ وضعية قتالية. استمتع جيو برؤية سوريان وهو يندفع نحوه. في تلك الأثناء كانت غوان قلقة. ضحك جيو حين فكر كيف بذلوا جهدا لإنقاذ سوريان، والآن يعود زاحفا من تلقاء نفسه. كان سويون في وضعية لطعن جيو وصرخ بكل قوته. كانت غوان قلقة. طار الخنجر في الهواء، وفي اللحظة التالية عرفنا أن جيو خنق سوريان. ركز قوته في راحته وهو يستعد لمهاجمته. كان سعيدا بأخذ الدم الحيوي الذي يقدمه له سوريان طوعا. ضرب سوريان براحة يده وهو يتوق لتذوق دمه. تأوه سوريان بقوة. أعجبه كيف أن ردة فعل سوريان كانت في جزء من الثانية وصد الهجوم بذراعه. نعته بالأحمق، وظن أن سوريان فعلها بغريزته ولم يدرك بعد أن الدم لا يزال يتدفق في ذراعه. أمسكه بقوة أكبر. تأوه سويون بقوة بينما دمه يتدفق. دخلت غيوان في حالة من الذعر. تلقى بالأمر بإنقاذ سوريان. استمرت الصرخات. هرع الجميع لإنقاذه. كان جيو منتشيا بمذاق الدم اللذيذ، خاصة بعد مرور زمن طويل دون أن يتذوق دم طفل. ركض المحاربون بأقصى سرعة، لكن جيو منعهم مستخدما موجة تدفق الدورة الدموية. طار الجميع بعيدا. ضحك جيو منهم وأعرب أن تلك الأسلحة المزعجة التي تطير كذبابة باتت مزعجة، لكن بفضل ذلك الصبي سوريان تم حل كل شيء دفعة واحدة. ضرب جون سوري وطلب منه أن يبقى واعيا. غوان احتضنت جسد سويوم الممدد على الأرض، بينما اقترب جيو منهم وأكد أنه سيتأكد من أن تكون وفاته دون ألم. بشكل غير متوقع سعل أحدهم. فتح سوريان عينيه. لعن جيو فمه المليء بالكذب وسأله: ما الذي فعلته للتو؟ فجأة فقد جيو كل شعره وبدا وجهه غائرا. أدرك أنه سم يبدد الطاقة الداخلية، لكنه ظن أنه من المستحيل أن تؤثر فيه، لأن تقنيات الطاقة الداخلية في الطوائف يجب أن تحميه. بدأ جيو يتشوه وارتبك وأطلق اللعنات تجاه سوريان. صرخ: هذا لا يمكن أن يحدث. ما هذا بحق الجحيم؟ وقف سويون مبتسما وقال: تسأل ما أنا؟ إذن أعلن سوريان: أنا عدوك الطبيعي. كان جيو مشوشا عندما قال سوريان ذلك. أومأ سوريان لغواون. تساءل جيو ما الذي حصل له منذ أن سمح لدم ذلك الصبي بالتدفق عبر جسده. لم يعد الدم يطيعه. كانت سيطرة الطوائف على العالم قاب قوسين أو أدنى، لذا رفض أن ينهار هناك. ومن المفارقة أنه حين قال ذلك انزلق. صرخ عليهم أن يموتوا. استعدت بيان صوتها ثم هاجمته. استطاعت أن تلف الصوت حول رأسه. في الواقع فاجأها أن هجومها أصاب، إذ لم يتمكن ذلك الشبح الشبيه بالوحش من فنون القتال المظلمة من تفادي هجومها. كان جيو غاضبا وأكد أنه حتى لو طحن عظام ذلك الصبي وشربها فلن يكون ذلك كافيا. سأل سوريان عما يفعله بفنه. صرخ ليقتلهم جميعا ويعلن عودة طائفة الدم. أمرته بيان أن يصمت ويموت. حركت صوتها وقطعت رأس جيو عن جسده. صدم بي عندما هبط الرأس بالقرب منه. بعدها أعلنت النصر، وأعلنت أن الفتاة قطعت رأس كبير طوائف الدم. احتفل الجميع. وبينما كانت مشوشة عما حصل سألت سويون عن الأمر. ناداها سوي أختي الكبرى، مما فاجأها. في تلك اللحظة بدا سوريان مريضا، وتمكن من شرح أنه كان بحاجة لأن يلدغ من قبل الأفاعي. ماء الأفاعي المخططة بالنمر لعلاج السم. فوجاءت غاون عند سماع ذلك، لأنها كانت تعلم أن أفاعي الماء المخططة بالنمر ليست سامة. طلبت من أحدهم ترياقا لأن سوريان بدا وكأنه قد تسمم من أفاعي الماء المخططة بالنمر. فقد سوريان وعيه ودخلوا في حالة من الذعر. بعد عدة أيام استيقظ فتانا وفمه مملوء باللعاب. كان موسيون بجانبه وأخبره ألا يتحرك بعد، وأخبرته غاون بالأمر ذاته. سأل بطلنا: ما الذي يحدث؟ كان مستلقيا على بطنه بينما كان موسيون وغاون يعبرون عن ارتياحهم لأن سويون استعاد وعيه أخيرا. أخبره موسيون أن 10 أيام مرت منذ انهياره، فاندهش سويون عند سماع ذلك. أخبرته غاون أنه بفضله تمكنوا من قطع رأس ذلك الوغد وأعادوا جسده المترنح إلى العشيرة. شرحت أن التسمم كان خطيرا للغاية، وأنه لو لم يعد موسيون في الوقت المناسب لكانت كارثة. بقي سوريان مذهولا عند أدرك أنه كاد يموت مرتين بسبب لدغات الأفعى. أنهى موسيون علاجه، والآن بعد أن استعاد وعيه يجب أن يكون بخير. شكر سوريان موسيون.
أثار موسيون موضوعا مهما، إذ كان فضوليا لمعرفة ما إذا كانت أفاعي الماء المخططة بالنمر ساما حقا، وسأل أيضا كيف تمكن سويون من هزيمة زعيم طائفة الدم. حماسه جعله يهز سوريان ذهابا وإيابا، مما جعل سويون يسعل. أجاب سوريان أن أفاعي الماء المخططة بالنمر سامة، وفي الواقع تمتلك نوعين من السموم، أحدهما في داخل الفم، والآخر يأتي من الغدد السامة في مؤخرة العنق. لم يكن موسيون وغاون يعلمان ذلك، فشرح لهم سوريان أن هذه الأفاعي خجولة جدا، وغالبا ما تهرب عند رؤية البشر، كما أن أنيابها صغيرة جدا. في الواقع حتى عقد الثمانينات لم يدرك الناس أن أفاعي الماء المخططة بالنمر كانت سامة. سأل موسيون عما إذا كان تلاشي طاقة الشيخ من طائفة الدم له علاقة بهذا. كانت الطائفة معروفة بمناعتها ضد السموم مثل المشتتات السامة. أكد سويون أن هذا مجرد افتراض منه، لكنه يعتقد أن السبب يعود غالبا إلى سم أفعى الماء المخططة بالنمر. يحتوي السم على مكون أساسي يسمى الهيموتوكسين، وهو سم نزفي. السموم النزفية يمكنها تدمير الهياكل الداخلية المتنوعة للجسم، بما في ذلك جدران الخلايا لكريات الدم الحمراء، وبطانة الأوعية الدموية الداخلية، وخلايا أخرى في الأنسجة. إذن ماذا سيحدث إذا تم إعطاء سم نزفي لطائفة تعتمد على الدم في فنونها القتالية مثل مصاصي الدماء؟ لهذا السبب نجحت خطة سوريان بشكل مثالي، إذ من المرجح أنها عدلت الدم الذي يعد مصدرا لفنونهم القتالية، مما أدى إلى هزيمة شيخ طائفة الدم. أضاف سوريان أن حقيقة كون أفاعي الماء المخططة بالنمر سامة لم تكن معروفة كثيرا، لكن سمها أقوى ب5 مرات من سم الأفعى الرقطاء، وإذا تم تضخيم هذا السم عن طريق الجين فإن التأثير يكون قاتلا. لم يصدق موسيون أن هناك مخلوقا بهذه القوة والسمية موجود بالقرب من سيتشوان. انبهرت غاون من أن سوريان حقق إنجازا بهذا الحجم. تذكر موسيون أن غاون قالت له إن شيخ طائفة الدم نادى سوريان بعدو السماء وعدوه الطبيعي. كان وجهه غبي الملامح وكأنه يسخر من سوريان. شعر سوريان بالحرج حين سمع ذلك، كأنه هذيان تلاميذ المدرسة المتوسطة. أحمر وجهه وغطى نصفه بالبطانية. ضحك موسى بصوت عال وقال: لا بأس، بما أن سويون استطاع ختم فنون القتال الخاصة بالشيوخ بهذا الاتقان، فهو يستحق أن يلقب ب العدو الطبيعي. الشاب موسى شكره بصدق لأنه حمى عائلته. موسى جون غضب لأنهم تجرؤوا على مهاجمة عائلته أثناء غيابه، وأقسم أن يقتلعهم من جذورهم هذه المرة. عبر سوري عن حماسه بوجوب سحقهم تماما، والآن بعد أن عرفوا نقطة ضعفهم لم يتبقى إلا جمع كميات كبيرة من ثعابين الماء المخططة بالنمر. كان سوريونغ غاضبا أيضا من أولئك الأوغاد البعوضيين، وأقسم أن يجلدهم حتى من أرواحهم. منذ أن ظهر طائفة الدم كان عشيرة تانغ في حالة طوارئ. كثير من محاربي عشيرة تانغ أصيبوا، وبعضهم حتى مات بسبب ذلك. الفصائل المتحالفة من موريودوكسا تتجمع في العشيرة لتقديم المساعدة. قال موسى إنه بالنظر إلى أنهم واجهوا شخصا في قمة فنون القتال فإن الخسائر كانت ضئيلة، لكنه عبر أيضا عن قلقه العميق من أن الدماء ستسيل مجددا في موريم، لأن طائفة الدم تثير مخاوفه الشديدة. أولئك البعوضيون الملعونون لم يكتفوا باختطاف الناس عشوائيا ليمتصوا دماءهم، بل قبل 30 عاما ارتكبوا أيضا مذابح، مما جعلهم العدو اللدود لموريم. كطائفة فإن الأمر خطير بالفعل، لكن موسى يعتقد أن هذه المرة ستكون مختلفة بعض الشيء، لأن عشيرة التان من سويتشوان هم خصما أمر به من السماء عدو طبيعي. أحمر وجه سوريون خجلا، وجعله يتساءل إن كان موسى يقول ذلك عمدا. ابتسم له موسى ثم أخبر سوريونغ أن لديه مهمة له، وسأله إن كان يستطيع القيام بها. لم يتردد سوريونغ في الإجابة بنعم، ووعد أن يبذل قصارى جهده. أبلغه موسى أن أشخاصا من تحالف موريم سيصلون قريبا، وأن القوات العسكرية لتحالف موريم ستكون من بين القادمين. وكان موسى يخطط لعرض السم الذي اكتشفه سوريونغ، والآن بعد أن اكتشفت نقطة ضعف طائفة الدم فإنه يريد مشاركتها مع الجميع. رد سوريونغ بأنه إن كان ذلك من أجل الصالح العام فعلى موسى بالتأكيد أن يفعلها. فرح موسى لأن سوريونغ قال ذلك، ثم أخبره أن لديه خبرا سيسعده. سأله سوريونغ عما هو، فأخبره موسى أن التعديلات على قاعة 10,000 سم قد اكتملت،
ومنذ تلك اللحظة سيكون سوريونغ رسمياً مسؤولاً عن إدارة قاعة 10,000 سم، ما جعل سوريونغ متحمساً للغاية. كان سعيداً لدرجة أنه تخيل نفسه يقضي وقتاً ممتعاً مع الحيوانات السامة. وكما اقترح سوريونغ، فقد أعد جناح مفتوح، لأن تربية ثعابين الماء المخططة بالنمر بشكل صحيح تتطلب أساساً متيناً. شعر سوريونغ بدوار بينما شكر موسى. أخبره موسى يونغ أن يعتبر ذلك من أجل خير موريم، لذلك عليه أن يبذل قصارى جهده. رد سوريونغ بأنه يفهم. كان سوريونغ مندهشاً جداً، وبينما هو وغوايون يسيران نحو الجناح، كان هناك لافتة تقول: حديقة الكائنات السامة. قرأتها غوايون بصوت عال، وأخبرها سوريونغ بأنها تعني ساحة يجتمع فيها كل الكائنات السامة من السهول الوسطى. تأكدت غوايون منه إن كان حقاً يجمع كل الكائنات السامة، فأجاب سوريونغ بنعم، وشاركها أنه يوماً ما سيجمع حتى الكائنات السامة 10 الكبرى من السهول الوسطى، وهذه وعده لغوايون. ردت غوايون بأنها ستشجعه، لكنها بعد ذلك تفاجأت من نفسها وقالت ذلك، وأحمر وجهها خجلاً، ثم ركضت نحو مكان تجمع الناس، وأخبرت سوريونغ أنهما بحاجة لتفقد الأمر. لاحظ أحدهم وصولهم، وكان نائب القائد بي، وهو الآن قائد فرقة السم، لذلك فهو موجود هناك. سأل سوريونغ عن فرقة السموم، فأوضح بي أنها وحدة جديدة تم إنشاؤها بأمر من الحاكم، ومنذ ذلك الحين سيعمل أولئك الأشخاص خلف بي كالأيدي والأقدام لسوريونغ. سواء كان الأمر يتعلق بالعثور على الكائنات السامة أو تربيتها، فإن سوريونغ يمكنه الاعتماد عليهم. جعل ذلك سوريونغ يحمر خجلاً ويسيل لعابه. في رأسه وصف بي بأنه موظف في متجر حيوانات أليفة، وشعر بكل دعمه. كان ذلك هو اللحظة التي تحقق فيها حلم سوريونغ. في تلك الأثناء وصلت الطائر الحامل للرسالة الذي أرسله موسى إلى وجهته. قرأت امرأة الرسالة، ووجدت أن طائفة الدم قد عادت من جديد إلى السهول الوسطى التي كانت هادئة في السابق، وأن عاصفة دموية على وشك أن تندلع مرة أخرى. ما علمناه بعد ذلك هو أن عدة أشخاص كانوا يسيرون في الغابة، وتحدث شيخ مع القائد وأخبره أنهم سيصلون قريباً، وأخيراً سيتمكنون من الإقامة في قصر عشيرة تانغ. عبر القائد عن ارتياحه لأنهم لن يناموا بعد الآن في العراء، وفكر في رأسه أنه سيكون جيداً لو عادوا ولو بخبر سار واحد، فهو يرضى حتى بإدنى أثر لطائفة الدم. أعلن الشيخ أن قصر العشيرة أصبح أخيراً في مرمى النظر. لاحظ الحارس وجودهم، وسألهم إن كانوا ضيوفاً من تحالف موريم، فأجاب القائد بالإيجاب، وقدم نفسه على أنه هالو، القائد في تحالف موريم. شكرهم الحارس على تشريفهم بحضورهم الكريم، وطلب منهم بلطف أن ينتظروا لحظة، ثم أخبرهم بتوتر أن هناك بعض الأمور التي ينبغي معرفتها قبل دخولهم إلى قصر عشيرة تانغ. تفاجأ القائد وسأل الشيخ إن كانوا مطالبين بتسليم أسلحتهم عند الدخول. قال الحارس إن الأمر قد يبدو مفاجئاً، لكنه طلب منهم الصبر للاستماع. أخبرهم الحارس أنه مهما بدا الكائن صغيراً أو تافهاً، فإنه يمنع قتل أي مخلوق داخل أراضي عشيرة تانغ. أثار ذلك استغراب غيغال، فسأل إن كانت العشيرة قد تحولت إلى البوذية. أوضح الحارس أنهم سيفهمون ما يقصده عندما يدخلون، وذكرهم بأنه لا توجد استثناءات. بدا القائد ورجاله متشكين. حينها جاء شخص يحيي القائد، وكان سوريونغ وغواون، وتبادلوا التحية بأدب. علق القائد بأنه لم يرى غواون منذ زمن، فأجابت بأن عاماً كاملاً مضى منذ التقي في تحالف موريم. سأل حينها من كان الحاكم السيادي لسم الميريادة، فأخبرته غواون أن جدها في الخارج يبحث عن آثار لطائفة الدم، واعتذرت عن الإزعاج. أجابها بأنه لا مشكلة في ذلك، وأن استقباله من إحدى الزهور الثلاثة لموريم ليس عابئاً. ثم سأل عن المحارب الذي بجانب غواون، فحياه سويونغ وعرف بنفسه على أنه سورونغ، مما جعل القائد والشيخ يتبادلان نظرات حيرة. عندها سأل أحدهم إن كان حقاً غي وليس تانغ. أحمر وجه غوايون، وأجابت أن سوريونغ هو خطيبها، وكانت مفاجأتهم كبيرة حين علموا أنه حبيبها، في حين كان رجال سوريونغ يبكون من الغيرة ويعبرون عن حسدهم، إذ ظهر شخص مغمور من العدم وأمرهم بإفساح الطريق. كان يشعر أن الأجواء إن استمرت على هذا النحو فإن سوريونغ سيتعرض للتحدي في مبارزات متتالية. سمعوا شيئاً لفت انتباههم،
فقد أشار أحد رجال القائد إلى شيء ما. كانوا ينظرون إلى نحل الملكة ذو الشعر الذهبي، وكانوا في حالة إنذار وقلق، لأن مثل هذه الكائنات شديدة السمية والخطورة، ورؤيتها داخل القصر أصابتهم بالذهول. رفعوا سيوفهم لحماية الجميع، لكن سوري يونغ حاول تذكيرهم بالقواعد الجديدة لعشيرة تانغ، إلا أن الرجل تجاهله لأنه كان يعلم أن النحل الذهبي شديد السمية ويمكنه قتل شخص عادي في لحظة. حاول زوريان إخباره، لكنه كان محطما بالكاد يستطيع الكلام، ثم صرخ بصوت عال قائلا إن ذلك النحل هو من الكائنات التي كان يربيها بنفسه. طلب من الجميع أن يهدأوا بينما تنهد بيجيون فقط، فوجئ الرجال بأنه كان يربيها، وخرجت عيونهم من الدهشة عندما رأوا نحلة الملكة تعانق وجه زوريان. ثم بدأت عدة نحل أخرى تتعلق به، فحياهم سوري يونغ، وبدأ أن النحل كان يبحث عنه لأنه لم يزرهم منذ زمن. ثم طلب من النحل ألا يطلقوا الإبرة السامة على ضيوفهم. نظر النحل إلى الضيوف بتعبير فيه زهو وغرور. صدم رجال القائد من طريقة تعامل سوري يونغ مع نحل الملكة وكأنهم أطفاله، وليس أدل على ذلك من نظراتهم له. أخيرا هدأ توتر الجنود واستمروا في السير خلف سوري يونغ الذي كان يتقدمهم. كان يتوقع أن يكون بطل القصة هو الشاب المحارب الغامض من جزيرة عينامرة، حبيب سيدة الزهور السامة، وقد أدرك أيضا أنه رغم أن سوري يونغ غريب إلا أنه يعامل كصهر لعشيرة تانغ. لاحظوا بعض الرجال على الجانب وقد شحب وجه أحدهم بينما كان يتساءل عما يتناقشه رجال فرقة السموم حول الحيوان الذي يمثل العشيرة بشكل أفضل، وكان في حيرة وارتباك. فسأل سوري يونغ لماذا يعتني هؤلاء المحاربون بالحشرات والحيوانات؟ فشرح سوري يونغ أن هؤلاء الأشخاص قد حكم عليهم بمرافقة الكائنات السامة كعقوبة. سأل من كان يتحدث إن كان هؤلاء الأشخاص قد ارتكبوا جريمة، فرد سوري يونغ بأنه يمكن قول ذلك. وقع الحادث قبل عدة أيام حين كانت بوان تدرب سوري يونغ لاستخراج طاقته الداخلية عندما ناداه أحدهم. سأل سوري يونغ القائد غيو عما يحدث. بدا الجميع مذنبين أثناء اعتذارهم من سوري يونغ. أخبره بي أن أكثر من نصف صغار الفئران التي كانت مخصصة لإطعام الأفاعي المائية المخططة قد ماتت. عرف سوري يونغ فورا ما حدث، وقال إنه لا يمكن فعل شيء لأن الفئران حساسا وعرضة للاضطراب بطبيعتها، وإذا أصبح المكان صاخبا تقتل الأم صغارها. لكن بيلي صحح له أن المحاربين قد أكلوها، فقدموها كوجبات خفيفا مع المشروبات. شعر سوري يونغ وكأن عالمه ينهار عند سماع أن الفئران أكلت كوجبات مع الشراب. تساءل لماذا قد يأكل أحدهم شيئا كهذا، وشرحت غويون عن طبق يدعى 3 صريرات، حيث تغمس الفئران الصغيرة الحية في صلصة وتؤكل. اعتذر بي مرة أخرى وشرح أن بعض معالجة السموم كانوا من جين نان، وقالوا إن ذلك يذكرهم ببلدهم، فتطورت الأمور. قال بايان لبي إنه كان يجب أن يوقفهم. بدا وجه سوري يونغ ممتعضا عندما أدرك أن صغار الفئران التي تم صيدها لإطعام الأفاعي المائية المخططة قد انتهى بها المطاف في بطون المحاربين. عرف أن هذا لا يمكن أن يستمر. عليهم الاعتناء بالكائنات التي يقومون بتربيتها بشكل صحيح. وهكذا أنشأت عشيرة سيشوان تانغ رفقة الكائنات السامة كعقوبة ونظام جديد من القواعد، ولذلك أصبح كل محارب الآن مسؤولا عن تربية كائن سام. عبر من كان يتحدث أنه فهم، لكنه كان يتصبب عرقا، ثم نظر إلى سوري يونغ وأدرك أن سوري يونغ ليس شخصا عاديا. وهنا أيها السادة تنتهي حلقتنا لهذا اليوم. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك.